ديوان ورسالة إلى طالب العلم للإمام إدريس ابن أبي زيد القيرواني. هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني 386 هجرية. هو فقيه مالكي بارز، لقب بمالك الأصغر وقطب المذهب. ولد بتونس وكان إمام المالكية في وقته. وألف كتاب الرسالة الشهيرة. تميز بعلمه الواسع وكتبه المرجعية مثل النوادر والزيادات. يعتبر من أبرز شيوخ المذهب المالكي في المغرب العربي، وتوفي سنة 386 هجرية. قصيدة في فضل العلم والحث عليه عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. توفي سنة 83 هجريا. قال رحمه الله: إني لأمنح نصحي ثم أبذله لمن بغى نفعه عني ويقبله. يا من يروح في مطالبه فمطلب فائت لو أنت نائله. العمر يذهب والآمال قائمة، فانظر لعزمك فيما أنت شاغله. تسعى لأمر ولم تؤمر بمطلبه جهلا، وتترك مفروضا وتهمله. فارغب أخي إلى ذي الملك مفتقرا، فلعله واهب ما أنت سائله. المال يفنى ولذات النفوس معا، والعلم يعقب خيرا لا نفاد له. العلم أشرف مكسوب فخرت به، والجهل أشأم مصحوب تواصل. لو نال ذو الجهل ملكا كان ذا طاعة، وذو العلوم مع الإقتار يفضل. ورب ذي هيئة في الناس تحقره، فإن كان يسأل عن شيء فيجهل. والعلم أسجد ثوب أنت لابسه، والعلم أفضل محمول يتحمله. والجهل يسري بذي لب وذي حسب. والعلم أزين ثوب أنت لابسه، والعلم أفضل محموله يتحمله. والجهل يسري بذي لب وذي حسب. والعلم يرفع بيتا لا عماد له. لا تحقرن من التعليم منزلة، ولا تكن أنف عمن تسائله. يا طالب العلم أبشر في تعلمه، إن كنت لله تبغي وتأمل. وخاف حظ الذي للخلق يطلبه، لو كان جامعه أو كان حامله. ورب ذي طلب للعلم ليس له وزن، ولو كان فلسا لم يعادله. والحمد لله إقرارا بنعمته عن كل نعمائه، حمدا يحق له. هذا يوفقه عدلا ويجزي له، وذاك يحرمه